لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا الفيديو ده كده. في مرة كنت خارجة من الشغل فعربيتي عطلت، فطلبت أوبر عشان أروح. قعدنا نرغي ونتكلم عشان السكة تقصر يعني. فحكالي حكاية غريبة قوي. قال أنا بسوق في القاهرة بالليل، والليل بيعري الناس، اللي موجوع بيبان واللي وحيد صوته بيعلى وهو بيحكي، وأنا مركزة قوي مع الكلام اللي بيقوله. لكن كمل كلامه وقال لي وقتها كانت الساعة 1 الصبح، ولقيت طلب جالي من مستشفى خاص في مصر الجديدة، فقبلت الرحلة. فلقيت راجل كبير بيركب معايا، شكله متعلم كده وفاهم وهادي زيادة عن اللزوم. قال لي ممكن ألف شوية قبل ما نروح العنوان. قلت له نروح فين يا حاج؟ قال لي خلينا بس نتحرك من غير GPS وأنا هقول لك هنروح فين. ومشينا، وأول ما عدينا على عمارة قديمة كده في روكسي قال لي هدي السرعة. فوقفت. فضل واقف يبص على شباك قديم في الدور الرابع، ولقيته فجأة بصلي وقال لي هنا أنا كنت بكتب مذكرات الطلبة 30 سنة وأنا برجع البيت الساعة 3 الفجر. بس صوته كان فيه حاجة ما بين الفخر والندم. بعدها قال لي يلا نمشي ناحية النيل. فوقفنا شوية قدام الكورنيش، نزل دقيقة وحط ايده على السور وبصلي وقال لي هنا طلبت ايد مراتي للجواز. كنت مفلس بس كانت شايفاني أغنى راجل في الدنيا. بعدها رجع العربية بس وهو ساكت. شوية وعدينا من شارع جانبي في العباسية، وفجأة بصلي وقال لي اقف هنا ثانية. وراح واقف بص على بيت صغير وقال ده بيت أبويا، بس عمري ما قلت له بحبك. سكت شوية السواق وسرح. بعدها قال لي الجملة دي لما سمعتها من الراجل اتغرزت في صدري وكأنها سكينة. حسيت وانا سايق ان اللفة دي مش فسحة، دي وداع. وبعد نص ساعة واحنا بنلف قال لي نرجع على نفس المستشفى اللي ركب منها. وقبل ما ينزل مد ايده واداني ظرف فيه فلوس كتير. فقلت له ايه ده؟ قال لي دي فلوس الرحلة وزيادة. قلت له مش مستاهلة يا حاج. راح ابتسم لي كده وبص لي وقال لي انا داخل اعمل كيماوي، والدكتور قال لي ان دي المرحلة الأخيرة. ما كنتش عايزة احس ان حياتي عدت من غير ما ابص لها بصة أخيرة. بعدها سكت شوية وقال لي الناس فاكرة ان الموت بيخوف، بس الأصعب انك تمشي ما يكونش حد اخد باله انك مشيت. ونزل الراجل وانتهت الرحلة. بعدها قال لي تاني يوم فضلت مش قادر انسى الراجل ده، ورحت سألت عليه في المستشفى. فطلع قاعد في أوضة لوحده، وأول ما شافني ضحك وقال لي انت جيت بجد. ومن ساعتها وانا بقيت اعدي عليه كل يوم بعد الشغل، وهو كل يوم يحكي لي عن طلبة طلعوا مهندسين ودكاترة على ايده، بس ولا حد فيهم يعرف انه هو هنا. في مرة قال لي انا طول عمري بزرع في الناس بس نسيت ازرع حد جنبي. بعدها مات باسبوعين. جنازته كانت هادية قوي، مفيش زحمة، مفيش دموع كتير. فلقيته سكت شوية وبص بعيد. فقلت له كمل. قال لي وانا واقف افتكرت جملته اللي قالها الأصعب انك تمشي ما يكونش حد واخد باله انك مشيت. من يومها اي حد كبير بيركب معايا عايز يحكي بسيبه يحكي ويطلع كل اللي جواه حتى لو كنت مستعجل. يمكن اكون اخر حد سمعه قبل ما يمشي بجد. عشان كده بقولك يوم ما تحوش فلوس، حوش ناس تحبك بجد في وقت محدش فيه بيفتكر حد. وصلت؟